مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده باذن الله هنصور لكم اكل فرح عقبال عندكم وان شاء الله. هعمل لكم خطوه بخطوه. ده الفراخ المتبله، انا نزلتها لكم على القناه قبل كده، واللي عاوز يشوف طريقه التتبيله ينزل في القناه من تحت، وانا هكتب لكم في الكومنتات الطريقه ايه. معايا الفراخ وندعي لصاحب الفرح ربنا يتم عليه بخير ان شاء الله. صورها لكم اهي. انا لسه هحطها في التلاجة، هتقعد معانا للصبح ان شاء الله. يكون الصوص بتاعها غطى الفراخ كلها، هتشرب من التتبيله. هوريها لكم هي طالعه من الفرن. معانا كفته ورز بسمتي ومحشي، هصور لكم مره واحده بواحده باذن الله، واقول لكم تتبيلتها على السريع كده. انا ضربت بصل في الكبه وحطيت عليه فلفل اسمر وزبادي وكاري وكركم وبابريكا وبصل بودر، وحطيت عليه ملح حسب الرغبه، وحطيت عليه زبادي. والزبادي طبعا تبع الكميه، يعني لو فرخه حط كوبايه زبادي واحده بس، فده عشان كميه احنا حاطين كميه زبادي كبير. الزبادي مع الفراخ المتبله بتطر الفرخه وما بتخليش اللحم بتاعها ينشف. انا حطيتهم مع شفشق طماطم معصوره، حطيت عليهم كاري وحطيتهم في الطبق زي ما احنا شايفين كده، وتبلنا الفراخ. ومعانا فخد الفرخه احنا شقينه في السكينه علشان يتشرب معايا التتبيله. هبقى معاكم خطوه بخطوه، وان شاء الله هنخش الوقت على تتبيله الكفته، هعملها معاكم واصورها لكم فانتظروني. معايا كده احنا فاتحين الفراخ معاكم عشان يدخل فيها التتبيله. ده الفخد عاملين فيه 3 قطعات، وكل ما تبيتها في التلاجة يبقى احسن، يعني تعملها على بيات وتحطها في التلاجة تشرب من التتبيله زي ما انتوا عايزين. تفرق معاكم جدا كوبايه الزبادي، يعني فراخ مشويه يعني زبادي. شايفين زي ما احنا شايفين الفتحات بالطريقه دي. ما اقولكوش على على ريحه الخلطه والتتبيله عامله ازاي، والله ما في احلى من كده. ربنا يتم عليه بخير وعقبال اولادنا واولادكم ان شاء الله. بكره باذن الله هفتح بث مباشر، وعايزاكم كل اللي معايا في القناه يخشوا لي في البث عشان نبارك للعريس. زي ما انتم شايفين معانا بالوضع ده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكفته، يا ريت تتابعوني. برغل رقدناه في ميه سخنه. لو انت ما انتش مستعجله حطيه ساعتين او 3 ساعات في ميه ساقعه، سيبيه يشرب الميه عشان ينفش معاكي. البرغل ده مهما كان البصل فيه ميه وانت بتعجني الكفته، البرغل ده بيشفطه على طول، يعني الكفته ما بتسيبش. يعني لو حطيت البصل من غير ما تعصريه عادي، مش الكفته ما هتفكش معاكي لان البرغل هيشرب الميه. هنعجن مع بعض، نقول بسم الله. اعصري في المصفى وهاتيلي بسم الله الرحمن الرحيم. انت لسه جاي دلوقتي من بره؟ لكن اعتماد على خير. لو انتوا يا جماعه مش هتبيتوا الكفته في التلاجة، يا ريت اللحمه المفرومه تخش الفريزر لغايه ما تقرب تتجمد وتطلع يتحط عليها المكونات اللي انا قلت عليها دي، وتتعجن حلوه قوي قوي وتتصبع وتتحط في الفرن. كل ما تكون هي حاسه بالبروده الكفته بتطلع معاكم جميله قوي، ما بتكشش في النار. مش عايزين ناخد ده؟ عايزه قول لهم يهدوا، قول لهم يهدوا. اعملوا ستوب.